السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنتكلم كلمتين كده بخصوص مباراة النادي الأهلي وباتشوكا. احنا ولا هنيجي نتكلم فني ولا أي حاجة، مش هنتكلم فني، احنا هنتكلم كلمتين بس عامة يعني. احنا الحمد لله الواحد يعني بدأ على اليوتيوب، يعني لسه ليا فترة قليلة، بس الواحد بيعرف يتكلم في الكورة. والحمد لله أول فيديو ليا على القناة كنت بتكلم إن النادي الأهلي محتاج تدعيم. طب احنا ايه، طبعا دخلنا على شهر 9 ما دعمناش كويس، تمام. قال لك ايه الاداره، قال لك لا احنا هنستنى يناير علشان احنا مش داخلين على ماتشات مهمه. الله، احنا مش داخلين على ماتشات مهمه ازاي يا جماعه؟ احنا داخلين على ماتش الزمالك في السوبر الافريقي، ده مش ماتش مهم اللي خسرناه ابو 2 مليون دولار؟ ده مش ماتش مهم؟ ماشي. بعديها ماتش الزمالك اللي كنت هتخسر برضه بضربات الجزاء، كنت هتخسر ماتش الزمالك، كنت هتخسر لو شيكابالا حط الكوره كنت هتخسر، صح ولا ما صحش؟ كان هتخسر ماتش السوبر في الامارات، يعني انت كنت هتخسر 2 سوبر بسبب ايه؟ سوء تخطيط من الاداره. طب يا جماعه ازاي احنا مش داخلين على ماتشات مهمه؟ طب احنا داخلين نلعبوا باتشوكا وداخلين نلعبوا العين، برضو ده كله قبل يناير، قبل انتقالات يناير. يعني دي كلها مش ماتشات مهمه، ماتشات بفلوس. ربنا كرمك وكسبت، لو انت كنت اتغلبت من الزمالك في السوبر المصري كنت هتدخل معنوياتك زي الزفت في ماتش العين، وكنت هتتغلب من العين برضه. طب تخيل تتغلب من الزمالك في السوبر الافريقي، ادي 2 مليون دولار انت اتغلبتهم خسرتهم عشان مش عاوز تدعم وتجيب لاعب نص ملعب كويس ولا جناح كويس. قيمته فيه، يعني ايه قيمته فيه؟ يعني هو زي ما هدفع المبلغ اللي هدفعه فيه هيجيب لي ثمنه بعد ما هيجيب ثمنه بعد ما يلعب، هيجيب لنا بطولات، هيجيب فلوس، مش عاوزين نصرف. يبقى احنا خسرنا السوبر الافريقي من الزمالك، كنا بين قوسين او ادنى ان احنا نخسر السوبر من الزمالك برضه في الامارات، ودخلنا على ماتش العين ربنا سترها ان احنا فزنا في ماتش الزمالك في الكاس في ماتش الامارات، ودخلنا على ماتش العين وكسبنا 2 مليون دولار. يلي بتقولوا لنا احنا مش داخلين على ماتشات مهمه، الماتش ب 2 مليون دولار وداخلين بتقولوا لنا احنا مش داخلين على ماتشات مهمه. دخلنا عمك كولر اللي الحمد لله الواحد من برضه من ماتش الزمالك شوف بتكلم، الحمد لله الواحد اتكلم من ماتش الزمالك خد باله، يعني الموضوع ليه 3 شهور بقول يا جماعه النادي الاهلي اساسا كل فرقه الاجانب بتاعتها هي اللي بتضيف، المفروض الاجانب هي اللي بتضيف عن اللعيبه المصريين. يا جماعه ازاي احنا عندنا الجناحين المفروض اللي ينزلوا يعملوا الفارق الاجنبيين اللي هم دافعين فيهم فلوس، سواء بيرسي تاو او رضا سليم قاعدين على الدكه. طب ازاي مش هم المفروض دول اللي ينزلوا يعملوا الاضافه ولا اللعيبه المصريه، اللعيبه اللي بندفع لها بالدولار؟ قلت الحمد لله، قلت الكلام ده. دخلنا على ماتش باتشوكا، القايمه طبعا ولا المدرب مقتنع برضا سليم ولا مقتنع ببيرسي تاو، وما فيش غير اجنبي واحد بيلعب، واديك خسرت. انا مش هتكلم فني ولا ليا دعوه مين ضيع ضربه جزاء ولا بتاع، انا خسرت 2 مليون دولار. ثاني 2 مليون دولار، اصل احنا مش داخلين على ماتشات مهمه، يعني الجمله المفيده احنا مش داخلين على ماتشات ايه مهمه. يعني احنا خسرنا 4 مليون دولار، 4 مليون دولار لو انت كملت عليهم 2 مليون دولار كنت جبت كام لعيب اجنبي سوبر، تمام. طب احنا دلوقتي سكواد النادي الاهلي نتكلم كده، يعني سكواد النادي الاهلي الاجانب اللي جاي تضيف النادي الاهلي، هل يعقل النادي الاهلي بنلعب فريق باتشوكا لاعب من كولومبيا ولاعب من فنزويلا ولاعب مغربي واربعه من الاكوادور وخمسه من كولومبيا ولاعيبه ناس بتدعم وجايبين لاعب مغربي، عندك انت لعيب جناح زي المغرب اللي عندهم ده اللي هو اسامه الادريسي جايبينه ببلاش وهيبيعوه ب 7 8 مليون دولار عندك، وانت داخل بقائمه اجانب الخمسه بتوعك ما فيش غير يحيى عطيه الله بيلعب، اشرف داري مصاب. اب اشرف داري مصاب، طب مين تاني؟ رضا وبيرسي مش مقتنعين بيهم، ما رضتش تدعم اجنبي خامس عشان قال ما ينفعش نستعجل وهنستنى ليناير عشان نعرف نختار على عنايه ليك من شهر 5 على عنايه، من 5 ل 12 ولا من 5 ل 9 ليك 5 شهور بتختار اجنبي على عنايه، داخل القائمه بتاعتك ناقص اجنبي، ما بتجيبش اجانب تحت السن. رحت جبت لنا يوسف ايمن في الدفاع، مشيت محمد عبد المنعم. اب محمد عبد المنعم لما مشى من النادي الاهلي، محمد عبد المنعم مشى من النادي الاهلي، مين اللي يعوضه؟ انت مشيت، يعني انت محمد عبد المنعم ولا عوضته، ولا مدافع مصري كويس حتى، ولا المدافع الاجنبي اشرف داري مصاب. يعني خط الظهر بتاعنا يعني كل كوره الواحد يبقى حاطط ايده على قلبه، تحس ان في كهرباء ما عارفينش نطلع بالكوره، كل تشتيت. قلنا يا جماعه محتاجين لعيب في نص الملعب كوير، حتى لو امام عاشور في مستواه، لو امام عاشور 10 على 10 محتاجين احنا النادي الاهلي، مع احترامي لاي نادي في اي نادي في مصر احنا النادي الاهلي
يعني احنا بنقابل اغلبيه 80% من ماتشاتنا انديه بتدافع، محتاجين اتنين نص ملعب هجوميين. اكرم توفيق النهارده لعب ماتش 10 على 10، افتكاك كوره، وكان بيعرف يطلع بيطلع بالكوره. بس احنا محتاجين لعيبه جودتها عاليه. قلنا اكرم توفيق بتجي له الكوره ما بيعرفش ينيل بيها اي حاجه. انا بفتك بس مش فاهم حاجه بعدين. حسين الشحات حسين الشحات اخر تفكيره لازم لازم انا ميسي الم كل كوره، ما العبش جماعي، ولو الدنيا زنقت عليا اباصي. بتلعب على باك يمين مسن، باك يمين مسن عنده 5 ولا 36 سنه، مش عارف تعمل معاه اي حاجه، وتقول لي عاوز اروح المنتخب. باماره ايه عاوز تروح المنتخب؟ ده انت في المنتخب هتقابل اللعيبه الافارقه اللي على الصح البدني واللي بتاع، هتعمل معاهم ايه؟ النادي الاهلي محتاج تعديلات كثيره ومحتاج تغييرات كثير يعني. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.